اتصالات المغرب والقطاع الخاص. الكثير كيتساءل يمكن علاش جبنا نموذج اتصالات المغرب وهي شركه خاصه. وان كانت شركه خاصه قلنا بان الفساد لا لولناه كيف ما كيعني القطاع الخاص كيعني القطاع العام. ارقام تشير الى تقسيم ديال راس المال في اتصالات المغرب وتوزيع الارباح من 2001 الى 2011. بشكل عام كانت الدوله المغربيه هي اللي كانت عندها اغلب الاسهم في شركه اتصالات المغرب. من 2001 كان 65%، ثم فيفاندي كانت عندها 35%. حتى 2011 انقلبت الآية ولات مع سياسة الخصاصة المشؤومة، ولات الدولة هي اللي مينوريتير وفيفاندي لي فرونسي هما اللي ماجوريتير. فيما يتعلق بلي ديفيدوند، بمعنى الربيحة يعني الأسهم اللي كتوزع، فالأرباح انتقلت كذلك. في الأول كانت الدولة هي اللي كانت المستفيدة أكبر من الأرباح، انقلبت الآية وكنشوفوا كيفاش أنه يعني المجموع اللي خداته الدوله ديال الدرهم الياباني هذا كنعتبروه بسبب سياسه معينه اون بارت ديال 30 مليار ديال الدرهم الخزينه ديال البلاد غير هكاك. ما هوش شي استثمار اللي جبناه من برا، استثمار اجنبي اللي جبناه ودرنا به اون فالور اجوتي وخدمنا المغاربه بشي نشاط جديد، هادشي ما كاينش. فلذلك خصنا نفهموا هذه القضيه ديال الاستثمار الاجنبي. راه الفرق بين الاستثمار الاجنبي وبين قطاع اللي هو انفشاري في المغرب وكتنوض كتعطيه انت يعني الاجانب تحت ذريعه انه انا عندي واحد الخصاص في واحد السنه معينه. بمعنى اخر اننا كنرهنوا المستقبل ديال الاجيال باش نحلوا مشكل الطريق. وهذا كيف ما قلنا الا ما كانش كيرتبط بقضيه فساد مباشر، هذا راه سوء التدبير وسوء التسيير والسياسات الخاطئه والسياسات اللي غادي البلاد الهاويه. فلذلك ما بقاش في قضيه لي ديفيدوند. هذا اول شيء هو هذا. في لي كونطرا سيرفيس، لي كونطرا سيرفيس اغلب لي كونطرا سيرفيس في اتصالات المغرب شادينا لي فرونسي. فيفاندي دايره دي فيليال ديالها، وهذوك لي فيليال هما اللي كياخذوا لي كونطرا سيرفيس. كنعتبروا هذوك لي كونطرا سيرفيس يعني كاينين دي كونطرا اللي يمكن وهميين ويمكن مبالغ فيهم، وكتشوفوا الحجم ديال لي كونطرا سيرفيس داخل اتصالات في اتصالات المغرب اللي استافدوا منهم الفرنسيين اللي هو قرابه 500 ديال المليون ديال الدرهم باش يوصلوا للرقم اللي خداو الى حدود 31 مليار ديال الدرهم اللي دات. هذا الرسم تيبين لنا كيفاش انه من 2001 ل 2011 انتقلنا على انه الدوله هي اللي كانت ماجوريتير. انا الدوله في الاخر ولا عندها يعني الحصه ديالها هي الاضعف، وارتفعت الحصه ديال فيفاندي وديال فرنسا في الحقيقه. هنا كيبان لنا التطور ديال الربح كيفاش انه كان عند الدوله اللي كثير ثم ولا العكس، انقلبت الايه ولاو الفرنسيين هما اللي هنا كنجيو. كنبغي نشير لانه فيفاندي لما دخلت المغرب يعني المجموع ديال الاسهم ديالها عطات تقريبا 31 مليار ديال الدرهم في المجموع، يعني بقرابه 32 مليار ديال الدرهم. لاحظتوا الان في هذا الرقم بانه تقريبا الان ردوا فلوسهم وزياده. شنو اللي الان عندهم؟ الان الوضع الحالي، بمعنى الان تقرر فرنسا انها تبيع عندها لي زاكسيون اللي عندها غتدخل فيهم 64 مليار ديال الدرهم. هادشي كله كان المفروض يدخل خزينه المغرب. شنو اللي وقع؟ نموذج ديال اتصالات المغرب، المغاربه هما اللي تيخلصوا والمغاربه هما اللي ما تيستافدوش والدوله ما تستافدش بزاف. الان تيكذبوا على الدوله اللي تيقولوا للدوله بانه كنعطيو للدوله قد كل عام. هادشي راه كاذب، ما تيقولوش الحقيقه كامله. هذاك الشيء اللي كيعطيوه للدوله في الضرائب وفي لي ديفيدوند يقولوا لنا شحال تيخرجوا العمله الصعبه. قالوا لنا هذا الشيء اللي تيخرج في لي كونطرا سيرفيس وداك الشيء اللي تيخرج في لي ديفيدوند تيخرج بالديفيز. اذا شنو الاستثمار هذا اجنبي انا يربح منه؟ انت ما خدمتي ديال المغاربه. نهار دخلت فيفاندي شحال كانوا ديال تقريبا في المستخدمين، وفي الكونطرا اللي في القانون ديال 2496 اللي صدر قانون 2496 كيقول باللي من الالتزامات ديال الشركه ديال عمليه ديال تحرير القطاع والخصاصه من بين الاهداف المنشوده هي انعاش التشغيل. كنا في 2004 14000 كانت اتصالات المغرب فيها 14000 مستخدم، دابا اقل من 11000 مستخدم. فينا هو انعاش التشغيل. بعض الملفات تتعلق بسوء الحكمه. دابا كاين السياسه الفوق، كاين عاوتاني ملي كندخلوا عاوتاني هادشي باقي ما دخلناش كاع للقطاع وشنو واقع. بين بعض الملفات نجيبو كنماذج. شركه جي اس ام المغرب اللي هي دخلات وافيفون. تحصيل ديون شركه افيفون اللي كتعرفوا افيفون هي اللي كانت ديال ولد البصري، وكانت هي اللي مكلفه هي اللي عندها الحق في لي كيوسك في الوقت ديال السيد الوزير السابق.
كانوا ما كيتكلموش مع هاد الشركه. نهار هاد السي الوزير مرض عيطوا لها قال لها جي تخلصي داك الديون اللي كانت سالك، معنا شحال هادي كانوا ما كيهضروش عليها. وكانت اتصالات المغرب كانت داخله في الكابيتال ديالها 35%. في 2006 اتصالات المغرب كتبيع الحصه ديالها، في نهايه 2005 الارباح بلغت 120 مليون ديال الدرهم. الحصه ديال اتصالات المغرب باعتها بخساره 12 مليون درهم. السؤال المطروح لماذا بيع حصه 35% رغم الارباح المعلنه؟ مزوار قضيه اتصالات المغرب اكيد سمعتوا مؤخرا الفضيحه ديال البيع ديال الارض اللي في الرباط اللي فيها 7 ديال الهكتارات وتباعت ب 2500 درهم. اولا ما خصهاش تباع لانها فيها مرفق اجتماعي اللي هو نادي التنس فيها 4 ديال الهكتارات واللي محمي بالقانون. اعتبروا كان هذاك النادي لم يكن وباعوا هذيك الارض، باعوها كلها ب7 الهكتارات. وشحال باعوها؟ ب 2500 ديال الدرهم المتر مربع، المتر مربع. يعني على الاقل اضاعوا خزينه الدوله في اكثر من نصف مليار ديال الدرهم. وقلنا انا لو قام اي مواطن عادي بتسجيل عقد بيع بهذه السمه، تمشي انت دير شي بيعه وشريه مع شي واحد غيصوت لك السي وزير الماليه الناس ديالو يقول لك هذه الفالوريزاسيون ديال هذه بعتها بقل من ثمن. ثم ولا ديرها انت اخويا اللي ضيعتي الدوله في يعني في مبالغ خياليه. مروا بسرعه لبعض المعطيات. سنه 2009 هادشي عنده علاقه بالحكامه، تقرر الدوله الحكومه المغربيه قررت تخفيض الشركه داك الضريبه على الشركات ب 5% للشركات الكبرى. قرار في 2009 استفاد اتصالات المغرب من 100 مليار سنتيم على فقط بهذا القرار، فقط بهذا القرار. وفي هذيك السنه في اطار زياده يعني التقشف من جهه والاموال الفائضه اللي كاين يعني غير المبرر، في هذيك السنه كستفد كذلك من واحد الراس مال العامل اللي هو الفون دو غولمون اللي ابوبخي وصل شي 2 مليار دو درهم. معنا مزيد من التقشف بحق العامل، علما ان الدوله قالت التبرير ديال الحكومه انذاك انها باغا توسع على الشركات، والشركات باش يعني ظروف العمل باش تولي تحسنها وتحسن الاجور الموظفين وهذا الشيء كله لم يكن. في سنه 2004 نقطه اخر يتعلق بالعلاقه بين فيفاندي واتصالات المغرب، للاشاره اتصالات المغرب تمثل فقط قرابه 10% من راس مال فيفاندي، وهي تساهم بربع ربحيه فيفاندي. بمعنى حنا كنتهلاو في الفرنسيين. المغرب يعني سبب ديال اون فورتون لي فرونسي تتخلصوا مزيان لان عندهم استثمار زوين في المغرب، وحنا كنمثلوا 10% وما كيربحوا 25% وكياخذوا بالعمله الصعبه. في 2004 باش نقولوا كيفاش انه الوضعيه كيفاش انتقلت، كيفاش انقلبت الايه. في 2004 اتصالات المغرب كان عندها فائض ميزانيه ب 7 مليار ديال الدرهم. في نهايه 2011 ديون اتصالات المغرب قرابه 7 مليار ديال الدرهم الان. التمويل ديال اتصالات المغرب كيفاش كانت تتمول؟ هنا هذا دوكيمون ريفيرونس، هذا شي مرجعي ديال اتصالات المغرب. في 2010 اتصالات المغرب بدات في هذيك سياسه القروض للاسف، لانه فيفاندي لما جات شنو لقاو بانه كاين لا تريزوري كبيره، بومباو لا تريزوري سالهم لا تريزوري دازوا للاراضي. فهنا كنشوفوا في 2010 الديون، في 2004 شنو كيقولوا في لي ريسورس فينونسيير. اتصالات المغرب ماروك تيليكوم ا فينونسي سي زاكتيفيتي، بمعنى في 2004 في ان الانسان اللي كيدوز الوقت كيتقدم ماشي كيتراجع. ا سوجور ماروك تيليكوم ا فينونسي سي زاكتيفيتي برينسيبالمون غراس ا تريزوري اكسيدونتير، كانت شبيهات تقريبا بدون مديونيه، وكتتخلص الربح وكتخلص الارباح وكتخلص كل شيء غير بلا تريزوري اكسيدونتير. Maroc Télécom n'a plus contracté d'emprunt depuis 1996 et a mis en place une politique de remboursement anticipé de sa dette. في 2004 كتاخذ كتقول غندير سياسه ديال انني غادي ديك البركه اللي باقيه في لادي غنحيدها. في 2010 كتقول لنا بلي Maroc Télécom a mobilisé en juin 2010 une ligne de couvert de 10 milliards de dirhams au taux de 4,5% pour faire face au paiement de dividendes. ما بقاوش عندها الفلوس باش تخلص حتى لي ديفيدوند حتى الارباح. وعلامه استفهام على هادشي، اش كيوقع في هادشي؟ فين هي الحكومه؟ فين هو المسؤولين؟ وللاشاره شحال واحد تيقول لك هذه مؤسسه خاصه ما خصناش نتكلموا معها. كاينش مؤسسه؟ رئيس مجلس الرقابه اتصالات المغرب هو وزير الماليه، هو وزير الماليه، وهذه تعتبر سوسيتي ميكس في القانون. سوسيتي ميكس الدوله عندها 30%. واش الدوله عندك انت راه عندك غير اون بارتيسيباسيون ديال 1 ولا 2% ما غاتسولش عليه، تعرف شنو اللي كيوقع؟ اذا كاين واحد النوع من مره كاين تواطؤات، مره خصني نغفل عليك الى اخره. وبدل على ذكر الاراضي بانه مجموعه من الاراضي اللي توجهت اللي تعطات لاتصالات المغرب ما عندهاش الحق فيها، لان القانون كان واضح عندنا هنايا بان القانون كان تيقول في 98 بان الاراضي
باللي المرافق اللي غتمشي لاتصالات المغرب هي الخاصه بالنشاط الاتصالاتي فقط، بنشاط الشركه. فكيف يعقل على ان اراضي دازت لاتصالات المغرب؟ والنموذج اللي سمعته مؤخرا ديال السلوقيه ديال طنجه اللي فيها عشرات ديال الهكتارات، هذاك النموذج كيلومتر اللي كانوا فيها شي حاجه اللي ممكن اتصالات المغرب تاخذها، حفظتها كلها هذيك الارض وتباعت للخواص، ودابا راه هي الضجه راهي تما كاينه. قولوا الناس كيفاش هادشي وقع على مرأى ومسمعين من الجميع ومن الحكومه. والله على العقل راه موضوع النقاش. القانون شنو كيقول في هذه القضيه ديال انه فقط تدخل في مهام الشركه واللازمه لعملها. في 2004 هذه القضيه اللي غيقول لك يمكن حنايا اكتشفنا باللي غلط، هادشي ما كاينش، كذوب. في 98 خرج القانون اللي خرج في 98 تم استدراكه في 2004، خرجوا جرد جديد ديال الممتلكات ديال اتصالات المغرب. هنا كنتسائلوا كيفاش انه هي تدخل القطاع وقع التحرير ديالو تخلص اتصالات المغرب في 98، في 2004 تيوقع يعني التحيين ديال هذاك الجرد ديال الممتلكات. وللاشاره نقول لكم حنا تبعنا هذا الملف، واللي تبعنا هذه يمكن نختم بها لانه هادشي كثير. تبعنا الملف ومشينا للبرلمان ذاك السنه الفارطه وطلبنا من المسؤولين تحملوا مسؤوليتهم. وانا شخصيا مشيت للامانه العامه للحكومه ودخلت جلست مع المسؤولين وقلت لهم بغيت نعرف انا هذاك الجرد كيفاش انه تم التلاعب فيه. خرج الجرد في 98، في 2004 تيتحين. علاش تحين؟ شنو اللي كان فيه؟ شنو اللي تزاد فيه؟ ولا تحين باش تصلحوا الغلط؟ رجعوا الاراضي ديال الدوله اللي عطيتوها لاتصالات المغرب. هذيك اراضي على هي ولات بروموتور ايموبيلي كيبيع ويشري في الاراضي. هذا جواب دزنا عن طريق البرلمان، جواب ديال الامانه العامه للحكومه بموضوع ديال قالوا لنا بانه ردا على سؤال كتابي الى اخره بادئ بدء القرار الوليد في السؤال قد وقع نسخه. هنا معنا الاساس ديال القانونيين قلنا النسخ متى يقع وماذا يقع. ما كاينش شي حاجه كتوقع بدون مبرر، كاين علاش، غندير شحال علاش. وقع نسخه بقرار لاحق صدر في الجريده الرسميه عدد كذا بتاريخ 2004 ديال 98 نسخ في 2004. اما فيما يتعلق بجرد الملحق، حنا مشينا للقانون لقينا تيتكلم على جرد الملحق ديال الممتلكات. مشينا الامانه العامه قال لك ما عندناش جرد الملحق. قلنا لهم فين كاين؟ قال لك سيروا لوزاره الوصيه. مشينا لوزاره الوصيه قال لك ما عندناش جرد ملحق. سيروا اتصالات المغرب. مشينا لاتصالات المغرب ما عندناش هذا الجرد. واش هادشي شكون اللي يعني هذه وثائق ما كايناش وهي سريه؟ قلنا لك سريه راه على اساس ديال معنى قلنا الوثائق اللي عندها الطبع سريه راه مضبوطه. فقالوا لنا اما فيما يتعلق بجرد الملحق بهذا القرار فان العامه الحكومه لا يمكنها تقوم بتسليمه لكونه يتعلق بمؤسسه خاصه. حنا كنتكلموا على القانون اللي صدر ملي كانت مؤسسه عموميه، قال لك لا يمكننا تسليمه لانه يتعلق بمؤسسه خاصه وبالتالي يتعين قصد الحصول. حنا كنتكلموا على مسائل اللي هي كاين قانون وملي كانت مؤسسه عموميه تابعه للدوله ومازال الدوله تمتلك حصه فيها تقول لي باللي خاصك تقول لي ما عندكش الحق الى اخره. نتساءل اين الدوله التي تترأس مجلس رقابه الشركه في شخص حارس ماليه الشعب وزير الماليه؟ هذا وجه من وجوه الفساد الذي يخرج اسم البلد وناس محسوبون على رؤوس الاصابع يستفيدون من مواقع في قطاع يضر وديانا من الاموال لضمان رضا بعض المتنفذين عبر اقتصاد الريع. واستسمح للاطاله واشكركم جزيلا.